أهلا بيكم في برنامج شخصية مؤثرة مع مروة. في ذكرى ميلاد زعيم الفن عادل إمام هنتعرف على أهم محطاته الفنية. ولد الفنان عادل إمام في قرية بمحافظة الدقهلية، وانتقل لحي السيدة زينب في القاهرة، وكان والده موظف في الحكومة. حصل على بكالوريوس الزراعة، وكانت هوايته المفضلة في مرحلة الدراسة التمثيل، وشارك في عروض الفرق الجامعية، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 62، ولفت الأنظار لموهبته، واشترك في مسرحية هو وهي في دور دسوق أفندي، وقدم العديد من المسرحيات، وكانت الانطلاقة الحقيقية في مسرحية مدرسة المشاغبين اللي استمر عرضها من 1971 إلى 1975، وبعدها مسرحية شاهد ما شافش حاجة واستمر عرضها 7 سنوات. وتوالت الأعمال المسرحية. قدم للتلفزيون مسلسل دموع في عيون وقحة وأحلام الفتى الطائر، وأصبح نجم تلفزيوني. وفي السينما ظهرت موهبته وتألق، خصوصاً في فيلم البحث عن فضيحة عام 1973، وودع بعدها الأدوار المساعدة، وبدأت رحلة النجومية المطلقة، وانقطع عن الأعمال التلفزيونية، لكنه رجع عام 2012 بمسلسل فرقة ناجي عطلة، واستمر في تقديم المسلسلات التلفزيونية خلال شهر رمضان حتى عام 2019. قدم الفنان عادل إمام عام 83 و84 عدد كبير جدا من الأفلام السينمائية، وده حدث لم يسبق لأي نجم إنه قدم هذا العدد خلال عام واحد، منها حب في الزنزانة والحريف وعنتر شايل سيفه وحتى لا يطير الدخان وغيرها من الأفلام. تم اختياره عام 2000 سفير للنوايا الحسنة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ونال جائزة أفضل ممثل عام 95 عن فيلم الإرهابي في مهرجان القاهرة السينمائي. وعام 2007 حصل على جائزة أفضل ممثل في فيلم عمارة يعقوبيان من مهرجان القاهرة السينمائي، ونال الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة من الصنف الأول من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 2016. وأطلق اسم الفنان عادل إمام على كوبري في تقاطع بشارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء، وده تقديراً لتاريخه الفني ودوره في إثراء الفن المصري والعربي. كل عام وزعيم الفن بألف خير. استنوني في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة.